بدأت تشكيل لحد دلوقتي ومش عارف اعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. صدق الله العظيم. هنلم النهارده الكيمياء ان شاء الله، وهنلمها باذن الله في ايام جايه، بغض النظر عن كلمه مستحيل وانه ما ينفعش وانه منهج 12 شهر يتلم في ليله وكل الكلام الكبير اللي احنا بنسمعه ده. ولكن خليك دايما كده ذكي في قراراتك وذكي في افعالك، ومهما وقعت حاول بذكائك تنجي نفسك بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى وبعد نجاة ربنا سبحانه وتعالى ليك واذنه ليك ان انت تقوم تاني وتشتغل تاني. اللي اقصده انه دلوقتي انت خلاص عرفت انت غلط، والامتحان بكره هتعمل ايه؟ مطلوب ان انت تحاول تطلع من الموضوع ده كله باقل الخسائر. بمعنى انت مثلا عندك ماده شاطر فيها جدا، ما تسيبش الماده دي لما تقفلها، لازم تقفلها، انت شاطر فيها، فانت تحاول تجيب كل الحاجات اللي في الدنيا وكل الزيادات وكل التكاسات اللي فيها عشان تخلصها ان شاء الله. عندك مثلا ماده تانية ديت مثلا انت شايف ان هي صعبه، ماده مثلا بداتهاش زي الكيمياء، وقع فيها زي الكيمياء مثلا ديت مش عارف تعمل فيها ايه، والله المطلوب منك برضو اللي عندك حل فيه ان تطلع منها باقل الخسائر تنجح حتى فيها. ده الطالب الشاطر. سيبك من ثانويه عامه، سيبك من الكلام الكبير ده كله، انت طالما بتعمل اللي عليك حتى لاخر وقت، ما تقعدش بقى تقول خلاص الوقت عدى، خلاص ما فيش وقت. انت اللي بايدك ان انت تقوم نفسك، وبايدك برضو ان انت تقعد نفسك مكانها وما تعملش اي حاجه، بايدك ان انت تشتغل وتنجي نفسك من اللي فات وتحاول تنقذ نفسك من اللي جاي، وايدك برضو ان تنسى كل الكلام ده وتقوم تريح زي ما انت وما تعملش اي حاجه. انت اطلع من الموضوع ده باقل الخسائر. دلوقتي شوف اي شرح على اليوتيوب دلوقتي وخلص مراجعاتك. عندك ما شاء الله مدرسين عظماء جدا شرحوا الماده دي، عندك مستر خالد صقر، عندك مستر محمد جواد، عندك مستر عمرو، مدرسين كتير، مستر عبد الله حبشي، فيه كتير. بس انت تقوم وتشوف انت هتعمل ايه النهارده. انت النهارده لازم هات مثلا كده لما الفيزياء في 9 ساعات مثلا 7 ساعات 10 ساعات بالكتير، ما بينزلوا على قناه الخطه والقنوات اللي هي المنصات الكبيره ديت. اسمع الفيديو خلصه، في حاجه حسيت ان هو منك ما فهمتهاش في المسائل اللي هم بيحلوها ما فهمتهاش في المراجعه بتاعتهم، اسمع الفيديو بتاع الاصلي، اسمع فيديو مراجعه الاصلي بتاع المدرسين مثلا وحاول تلمها. فاللي هو مفيش مستحيل ومفيش حاجه بعيده، بس انت اللي مش عايز تتحرك. انت ما صدقت مسكت اي حاجه عندك عشان تقول خلاص انا ضحيه للظروف اللي حصلت لي، انا ضحيه للموضوع اللي حصل، انا ضحيه للضغط اللي انا كنت فيه وان انا كنت ضعيف وتعبان ومش عارفه ايه. الكلام ده كله ما بيفرقش مع حد. الكلام ده كله هتلاقي ان هو اي كلام يوم النتيجه، يوم ما تلاقي غيرك محقق حلم وانت لا. ما تبصش لحد. انا لما درست انه انا ببص لنفسي بس، وعايزه دايما اكون فخوره بنفسي، ماليش دعوه بنجاحات الاخرين ولا ليا دعوه انه الاخرين عملوا ايه، بس انت تكون نجحت ما تكونش فشلت. انت تنجح ما تفشلش، حتى لو في ظرف صعب قوم زي ما قلت لك، حاول تخرج من الموضوع ده باقل الخسائر. اقل خسائر عندك، خلص نفسك كده، اسمع اي مراجعه اي ملخص، ما تقعدش تسيب نفسك تضيع، ما تضيعش نفسك بجد. انت لو سبت نفسك للضياع ده انت مش هتعرف ايه اللي هيحصل. بلاش ضياع وبلاش تشتت، كفايه اللي حصل. قوم كده استعين بالله واستهدى بالله وهتلاقي ربنا ورلك طريقك. واسمع اي مراجعه وسيبك من الشيطان ده وسيبك من نظرات اليأس وهأجل. بلاش تأجيل، ده هي سنه الواحد ما بيصدق يخلص منها، عايزينها على سنتين يا جماعه، يعني انتوا حرين. ربنا معاكم.